انا عايز احيي وائل جمعه، عايز احيي وائل جمعه لانه انا بتكلم اعلاميا. الراجل ده عمل الشغل اللي ساعات كتير اما تعمل حاجه غلط تبقى الصح. يعني اللي عمل وائل جمعه بالنسبه للناس بتوع مدارس الاعلام الكلاسيكي هو الغلط، بس اللي عمل وائل جمعه كان الصح. وزميله اللي كان معاه اللي وائل جمعه هاجمه وقال له خليك محايد وانت خايف تكمل عشان ما يتقالش عليك مصري، ده الكلام ده اتقال في قناه بين الرياضيه. اللي قال وائل جمعه كان فيه جرأة وكان بيعبر عن وجهة نظره. زميله قعدوا يقولوا له في ودنه، وانا طبعا ما سمعتش ده في ودنه بس انا عارف بتتعمل ازاي، اخرج فاصل، لان وائل كان خلاص. انا بحيي في وائل حبه للنادي الاهلي، بحيي في وائل حماسه، بحيي في وائل انه عمل حاجه اعلاميا تبدو خطأ وزميله كان بيعمل صح. نطلع فاصل اعلان، فلنخرج الى فاصل. لا، وائل قال له لا مش هنخرج. وخليني اقول لك رايي ان الكره دي فيها ظلم بصرف النظر وائل صح او غلط، بصرف النظر هي بينالتي ولا مش بينالتي، بصرف النظر البينالتي هم دخلوا المنطقه وهي بتتشاط ولا لا، بصرف النظر عن كل حاجه. انما اللي عمل وائل اعلاميا كان صح. وهي ساعات حاجات كتير انت بتعملها على الهوا تبدو خطأ ولكن بعد كده اعرف انها صح. فانا بقول له وائل جمعه من حد يعني له في التلفزيون شويه انت كنت صح. ولو الحكم خد قرار سنعود لهذه اللقطه طبعا. لو الحكم خد قرار مش مستحيل هيعيد. اذا مشاهدينا طبعا تقدم لفريق احمد ما تحاولش ان انت تعمل حيادي يا احمد، انت ما تحاولش تعمل حيادي، انت معلق. طيب. انت المفروض انت مقدم، ما تحاولش تعمل حيادي وتروح ناحيه الجانب الاخر عشان ما يتقالش ان انت مصري. خايف تكمل عشان ما يتقالش عليك مصري، ده الكلام ده اتقال في قناه بين الرياضيه. اللي قال وائل جمعه كان فيه جرأة وكان بيعبر عن وجهة نظره. زميله قعدوا يقولوا له في ودنه، وانا طبعا ما سمعتش ده في ودنه بس انا عارف بتتعمل ازاي، اخرج فاصل، لان وائل كان خلاص. انا بحيي في وائل حبه للنادي الاهلي، بحيي في وائل حماسه، بحيي في وائل انه عمل حاجه اعلاميا تبدو خطأ وزميله كان بيعمل صح. نطلع فاصل اعلان، فلنخرج الى فاصل. لا، وائل قال له لا مش هنخرج. وخليني اقول لك رايي ان الكره دي فيها ظلم بصرف النظر